قبل ما أقول لك حفظ القرآن سهل ولا صعب، من فترة كده كان في مدرس حب يختبر طلابه، فرسم رسمة على السبورة وقال مين يقدر يطلع الدجاجة اللي في الزجاجة دي. الطلاب حاولوا يحلوا المسألة دي، وطبعا مفيش حد منهم قدر يطلع الدجاجة من الزجاجة. المهم في واحد من الطلاب قال للمعلم ممكن أسألك سؤال؟ المعلم قال له اتفضل. تمام، هو مين اللي وضع الدجاجة في الزجاجة؟ المعلم قال له أحسنت. بكده الحصة بتاعتنا انتهت. نرجع احنا بقى لحفظ القرآن، هل هو صعب ولا سهل؟ إجابة السؤال ده وهي إن حفظ القرآن سهل وصعب. واحدة واحدة كده وفهمنا، عشان حضرتك بتقول إن حفظ القرآن سهل وصعب، إزاي يعني؟ خليك معاي كده وأنا هقول لك. حفظ القرآن بيبقى سهل لو انت بدأت واخدت الخطوة الاولى، وصعب جدا جدا لو انت اتكسلت عن حفظه. الخلاصة ابدأ وما تستناش بكرة عشان تاخد خطوة، ابدأ الخطوة واستعن بالله وصلي على النبي. سلام عليكم.